السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. أنا لما بقول أي وصفة يا أخوانا بقول لكم دي تجربتي الشخصية. استعين بالله الشافي المعافي هيشفيك. قدر لك المقادير هيشفيك. أنا ممكن أعمل وصفة وما تنجحش معايا، بكرر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل بيقول له إن بطني أخي بها وجع، قال اسقيه عسل، فسقاه عسل. قال ما زال بطني أخي بها وجع، قال اسقيه عسل، فسقاه عسل. قال يا رسول الله ما زال بطني أخي بها وجع، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك، اسقيه عسل، فسقاه عسل فشفاه الله. كون ان انا اقول لك وصفه وتنفع معاك او ما تنفعش معاك، ربنا ما قدرلكش لسه. ركز. ناس كتير بالملايين تعافى، تمام، وفي ناس ما تعافتش. ليه؟ فكر كده. لسه ربنا ما اذلكش، انك انت اعتقدت في الوصفه، واللي بيقول الوصفه ما اعتقدتش في ان ربنا هو اللي هيشفيك ويأذلك بالشفاء. فانت لما تتكلم فكر، وادعو من ربك، وادعو ربك، واطلب من ربك. الله، والله يا رب لا تشفيني، والله يا رب. وتكلم ربنا. رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره. ما أنا قلت وصفة القولون، وناس كتير تعافت بالملايين. وكل لما الناس تتعافى في ناس تانية تتغاظ عشان الناس بتتعافى. طبعا انتوا عارفينهم. ليه؟ مش عارف. مع ان احنا ما بناخدش من حد حاجة، ما بنطلبش من حد حاجة. كل اللي انا بقوله لك بتيجي بتدفع حق الحاجة اللي تستخدمها، ده لو انت جيتني، وحق البن والحاجات اللي انت بتستخدمها. وانا ما كتمتش الوصفة، قلت الوصفة في اكتر من 4000 فيديو. ومع ذلك ناس كتير لحد وقتنا نازل تقول لك قول الوصفة. اقول الوصفة؟ طب ما انا ايه لما تخش انت مش هين عليك تدوس دوسة كده عشان تخش تتفرج على الوصفة؟ لازم تسمعها مني. طب ما انا قلت، انا بشر، ده يقول لي قول، ده يقول لي قول، ده انا اقول لمين ولا لمين ولا؟ طب ما انا قلت. عملت وصفة العسل وجربتها على نفسي والحمد لله نجحت. ربنا عالم بالنوايا ان انا نيتي ان انا لما اتعلم حاجة او اقول حاجة واجرب حاجة وارتاح عليها اطلع اقول للناس، يبقى عندي مصداقية. انت بقى عملتها، ربنا ما ارادلكش، يبقى اتكلم اللي شفاني ويشفيك، واذا مرضت فهو يشفيك. فانت ركز، ما تلغيش عقلك. والوصفات كلها موجودة، وتليفوناتي موجودة، وهقولها تاني اهوت: 011 469 6 8 70 8. وصفات موجودة وكل حاجة موضحة. خلاص؟ فما تلغيش عقلك، عشان أنا ما أنا إلا مجرب. وربنا لما يرد لك بالشفاء هيشفيك. طب ما أردلكش لو وصفتي أو أكبر استشارة على مستوى العالم، طالما ربنا ما أردلكش يبقى مش هيشفيك. ركز واستعين بالله الشافي المعافي وكلمه. اسجد واقترب يا أخي، اطلب منه. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الشفاء، فابتغوا عند الله الراحة. ابتغوا عند الله، كلمه هو. لله الأمر من قبل ومن بعد. معاكم أبو عبد الله منصور من شبرا. تليفوني اللي أنا قلته ده عليه وصف وعليه اتصال: 011 469 6 8 70 8. خارج مصر تكمل 002 002. ماشي، جزاكم الله خيرا وربنا يبارك لكم. والناس اللي انا بقولها يا اخوانا، في حاجه مهمه قوي كنت عايز اقولها، كويس ان افتكرتها. لما بقول لحد يا اخوانا تعالى لي عشان انت مش عارف تنظف قولونك اول مره، انا بقول له تعالى لي عشان ممكن يعور نفسه، ممكن يعمل مثلا نفسه يجيب نفسه بواسير، شرخ ناسور. يبقى هو كده معلش، انت اتعلم. انا قعدت كتير قوي على ما اتعلمتها وتعبت. فانت هتيجي هنا اقول لك مجهز لك الميه والبن كل حاجه، كل حاجه مجهزها لك، حتى الشامبو مجهزه لك. بخش اعمل كذا وكذا وكذا، انت اللي بتعملها لنفسك. بوجهك
عملت تمام، خد بقى معاك الحاجه وكمل في بيتك. انت بتجيلي مره واحده بس، سواء من داخل مصر او من خارج مصر. لو انا عايز فلوسك انت ولا هو ولا هو ولا هو ولا هو، ما كنتش قلت الوصف وكنت كتمتها، وكانت الناس هنا بالملايين من اخر من هنا لاخر الدنيا. مفيش معالج النهارده يا اخوانا بيقول هو بيعمل ايه. العبد لله الوحيد اللي بقول انا عملت ايه وبعمل ايه. ومع ذلك انا عايز بس اوصل لكم معلومه، انا ما كتمتش الوصفه ومش عارف انام من كتر الناس اللي بتجيني، وكتر الناس اللي بتتصل بيا، وكتر الناس اللي انا مثلا تبعت لي رسائل. امال لو كنت انا كتمت الوصفه، بالله عليكم انا فعلتها لله، والله ربنا يشفيك، هيأذن لك بالشفاء. تمام؟ انا لا بقول لك لا انا دكتور، ولا هطلب منك لا كشف ولا استشاره. هتيجي الحاجات اللي استخدمها تدفع حقها وخلاص على كده. وان شاء الله خير، ونشوفكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وابو عبد الله منصور من مصر، من شبرا، من الشرقاويه. واللي شايف نفسه في البلياردو يبقى يجي يلعبني. السلام عليكم.